النهاردة وعلى غير العادة هكشف القصة بأسماء أبطالها الحقيقية، مش لأنها مختلفة وبس، لأ، لأنها مرتبطة بناس وشخصيات مشهورة كتير مننا يعرفها كويس. القصة من بشاعتها هحكيها لكم زي ما هي بدون تفاصيل درامية زيادة، لأنها فعلا وزي ما بنقول قصة فيها من البشاعة والإجرام اللي مكفيها. بس قبل ما أحكي لكم القصة الدموية الفظيعة دي، ما تنسوش الاشتراك دلوقتي في القناة علشان إحنا بنكبر بيكم، وتعملوا لايك للفيديو كمان، وتسيبوا لنا رأيكم في القصة الصعبة دي لما تسمعوها بإذن الله. بسم الله نبدأ. قصتنا وتفاصيلها بتبدأ تاني يوم عيد الأضحى المبارك سنة 2018 مع صلاح المرسي أبو العباس، ابن الفنان الجميل الله يرحمه المرسي أبو العباس، واللي كتير منكم لو ما كانش عارفه بشكله واسمه على الأقل عارف شكله اللي ظهر في مسلسلات وأفلام كتير في فترة الثمانينات والتسعينات وحتى الألفينات كمان. أما فالمكان تحديداً في العمارة رقم 10 في شارع الملكة في بولاق الدقرور محافظة الجيزة. ليه بنحدد العنوان والشخصيات بالشكل الدقيق ده لأول مرة على قناتنا؟ لأن المكان والشخصيات دي بقت علامة حزينة وحكاية بيتكلموا سكان المنطقة دي عنها لحد يومنا هذا. طب إيه اللي حصل؟ تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل. نرجع كده 18 سنة ورا. صلاح كان طالب في تالتة آثار بجامعة القاهرة، وابن فنان معروف شارك مع أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة، أكيد كلكم شفتوه. قابل بنت أصغر منه في نفس الكلية اسمها هبة الله، شافها اتشد ليها، والكلام بقى إعجاب، والإعجاب اتقلب لحب، لكن أهلها رفضوه 3 مرات، وبرغم من كده اتجوزوا في النهاية. والكلام ده مش كلامي، ده كلام أكدته أسرة هبة قدام المباحث أثناء التحقيقات حوالين الجريمة اللي هنتكلم عنها النهاردة. بعد الجواز صلاح وهبة سكنوا في المكان اللي ذكرناه في بداية القصة. العمارة اللي كانوا ساكنين فيها دي كانت ملك شقيق وزير سابق في حكومة حازم الببلاوي اللي كان رئيس وزراء مصر قبل كده. عاشوا 13 سنة مع بعض. حياتهم كانت مستقرة زي أي بيت عادي، ممكن تحصل ما بينهم خلافات بسيطة زي أي بيت. ربنا رزقهم بالمولود الأول وسموها جنة الله، وبعدها ب2 خلفوا بنتهم التانية حبيبة. والبنات الاتنين الحقيقة كانوا آية في الجمال والأدب، وكانوا متفوقين في دراستهم كمان. واللي يخلي الدموع تنزل لوحدها على البنات دول إنهم في نفس اليوم اللي اتقتلوا فيه كانوا المفروض يتكرموا في مدرستهم، مدرسة الشروق. طب اتقتلوا ازاي؟ وليه؟ خليني أقول لكم. في يوم من الأيام صلاح أبوهم اتصل بالشرطة وبلغهم إن مراته وبناته لما رجع للبيت لقاهم مقتولين. وبعد المكالمة الصادمة دي فوراً انتقلت قوة من اسم الشرطة، وبالمعاينة المبدئية لمسرح الجريمة لقيوا الآتي: هبة امرأة ثلاثينية ممددة على سجادة الصلاة، مقتولة بالخنق من رقبتها بسلك تليفون. وجنة الله وحبيبة على السرير، جثثهم في حالة فظيعة، والاتنين وشهم أزرق نتيجة تعرضهم لخنق أدى لموتهم. وفيهم حبيبة البنت الصغيرة عندها نزيف متجلد في راسها نتيجة ارتطام بجسم صلب. وبالكشف على الشقة ومحتوياتها لم يتم ملاحظة أي كسر في أي باب أو منافذ. وبسؤال المبلغ صلاح عما إذا كانت حاجة مسروقة، فرد قال إن مفيش حاجة مسروقة، حتى الموبايلات والذهب موجودين. بس صلاح غير كلامه بعد كده وقال إن في 350,000 جنيه اتسرقوا. والحقيقة كلامه اللي اتغير ده خلى الشك عند رجال المباحث ابتدى. المقدم طارق مدحت معاون مباحث بولاق وقتها بدأ يفحص الكاميرات، والنتيجة كانت
مفيش حد غريب دخل العمارة، مفيش حد خرج بشكل مريب. الوحيد اللي ظهر داخل وخارج في أوقات غير معتادة هو صلاح نفسه. تليفونات البنات والأم كانت بترن وهم مقتولين، ومحدش كان بيرد في الوقت اللي المفروض إن صلاح موجود جوه. وبعد 4 أيام تحريات راحت التقارير للواء محمد عبد التواب. أكتر حاجة وقف قدامه كانت فين ال 350,000 اللي صلاح قال إنهم اتسرقوا. المقدم طارق رد المبلغ ده كان مع صلاح وحطه في حسابه وشغله في البورصة وخسره، وقدم مستندات تثبت ده. وفي اللحظة دي اتاخد إذن النيابة بالقبض عليه. رجالة المباحث جابوه على القسم. اللواء عبد التواب سأله أنت قتلت مراتك وبناتك؟ صلاح رفع راسه وابتسم بمنتهى الثبات وقال ما حصلش، كنت بتفرج على الماتش ولما رجعت لقيتهم مقتولين ومعاهم الفلوس اللي اتسرقت. لكن لما تواجه بالأدلة والكاميرات والمكالمات والتحريات فجأة الثبات والابتسامة الصفرة راحت، وانهار وقال الجملة اللي هزت كل اللي سمعها: قتلتهم علشان يسبقوني الجنة، كنت هنتحر بعدها بس خفت. وكمل استنيت مراتي لما قامت تصلي العصر وخنقتها وهي ساجدة على سجادة الصلاة، ودخلت على البنات واللي كانوا نايمين كتمت نفسهم بالمخدة. طب عملت ليه كده؟ كانت الإجابة اللي دايما على لسانه: مش عايزهم يشوفوا الفقر. أنا انتهيت وخسرت كل شيء، حتى الشقة اللي كنت وارثها من أبويا بعتها ولعبت بيها البورصة وخسرت كل اللي معايا، وكمان مديون بحوالي 2 مليون جنيه، وسبت شغلي وحياتي اتدمرت. ما بقاش عندي أي أمل في الحياة، فقتلتهم علشان يسبقوني الجنة، وكنت هنتحر بعدها بس خفت. أنا أكتر حاجة كانت قاسية عليا إني وأنا بخنق بنتي الصغيرة راسها جت في سن الكومودين واتعورت وهي بتموت، وأنا ما كنتش عايز كده. طبعا بعد اعترافه ده اتحال للنيابة ثم للمحاكمة، واتحكم عليه بالإعدام سنة 2019، ومحكمة النقد أيدت الحكم وتنفذ الحكم فيه رغم محاولاته يبين إنه مجنون علشان يهرب من حبل المشنقة. ولكن أثبتت كل التحاليل والفحوصات إنه سليم تماماً من الناحية العقلية ومدرك تماماً للي عمله. ربنا يرحم مراته وبناته ويعوضهم خير. وبصراحة مفيش تعليق أقوله بعد اللي سمعتوه، ونهاية الكلام سلام.